شدي شويه، شدي والنبي يا دلال. عم امسكي الدركسيون يا حبيبتي. انط فوق اللص. الشعب ما بيعرفش يسوق، انا ذنبي ايه؟ يلا يا مغفل، خرب بيت اللي ركبها لك. شرشوحتي. ماما حبيبتي، انت كويسه حبيبتي؟ زي ما انت شايفه انا اتبهدلت جدا يا فيروز. ايه يا عمو ده؟ ده انا لما بابا قال لي ان حضرتك اللي عامل المحضر ما صدقتش. ده انت عشره عمر. ده انا وانا صغيره كنت فاكراك خالد، انا ياما عملتها عليك. امال ايه؟ امال ايه؟ الست الوالده صانت العشره وراحت بلغت عني. مش بس كده، ده بمنتهى الشبحنه والبلطجه والعربجه ضربتني. عيب يا عمو، مش كده، هي غلطت، بس احنا نراضيك ونعمل محضر صلح واللي انت عايزه كله يحصل. محضر ايه؟ لا انسي الكلام ده خالص، مفيش محاضر صلح. الست دي غير انها بلطجيه طلعت حراميه. ايوه والله حراميه. حرام. هو انتوا ازاي بتعالجوا مشاكلكم بالهمجيه دي؟ ايه ده؟ وانا ذنبي ايه اضرب في النص؟ ها؟ وانت هتخطبي؟ انا مش ناقصاك يا حبيبتي، اسكتي. مين دي؟ واحده صاحبتي يا ماما لسه عارفاها، هبقى احكي لك على الموضوع. مش مهم. كملين موضوع ترخيص المدرسه. هو انت اللي بعيده عاميه؟ مش شايفه المصيبه اللي احنا فيها؟ انا مالي؟ يا حبيبتي ايه اللي حصل؟ شفتي يا عصعص، على اخر الزمن يطلعوني انا حراميه. قطع لسان. ده انت اشرف واحده في الدنيا. انت لو مش اشرف واحده في الدنيا كان بقى ده شكلك. ايه ده ايه ده؟ لا انا اقصد يعني قصدي كان زمان بقى معاكي عربيه وشقق. شت، انت هتلبخ. بابا احنا عايزين محامي يا بابا دلوقتي. انا كلمت هشام وهشام قال لي انه هيدور على محامي كويس ويجيبه ويجي. لا على فكره انا ابن عمي محامي، ممكن اكلمه واخليه يجي دلوقتي. والنبي ده اللي اعملي كده، تبقي عملتي معانا واجب جامد جدا. فيروز اعملي انت معايا واجب وانزلي هاتي لماما ازازه ميه وعصير. خليهم 2 ميه وعصير يا بابا. الأخبار يا بتر؟ أنا شفت المحضرين. للأسف دي جرح الضرب، والراجل اللي اتضرب معاه تقرير طبي ب 21 يوم. طيب بالنسبة بقى لموضوع التبديد ده هيحصل فيه ايه؟ لا، موضوع التبديد ده بيتحقق فيه في الشؤون القانونية في المصلحة اللي شغالة فيها مدام هناء، وبعد كده يتحول للنيابة بعد ما يتحقق فيه في المصلحة. طب بالنسبة للمحضر بتاع نعم؟ محضر عايز إيه أنت؟ محضر بتاع الضرب. آه محضر الضرب ده. خلاص فهمتك أنا. محضر الضرب ده يخلص ازاي؟ لازم يبقى فيه تصالح، الراجل اللي اتضرب ده لازم يتنازل. يعني هم ينفع يروحوا دلوقتي وبعدين نبقى نشوف ايه اللي هيحصل؟ احنا مش في فندق يا دلال، ده اسم. يعني لازم يباتوا في الاسم الاول وبعد كده يتحولوا على النيابه، ومن النيابه انا اجيب لهم اخلاء سبيل. اي حاجه تانية بعد اذنكم. بعد اذنكم انا. طب بقول لكم ايه؟ بابي كان عنده واحد صاحبه اسمه اللواء ايه اخلاصي؟ ايوه، انكل سراج عبد الهادي. الراجل ده حد مهم جدا، وهو اللي ممكن يخلصنا من اللي احنا فيه. ربنا يخليك يا بنتي. ربنا يخليك يا رب. انا هكلمه دلوقتي حالا. ربنا يخليك يا رب. بس مين دي؟ يا ماما هقول لك بعدين. مش مهم. مين دي؟ اخرس بقى. ده في الاسم. طب ما يبقى بالمرة. الو. ايوه يا بابي عايزاك تكلمني انكل سراج ضروري جدا. انا في الاسم. اسم عابدين. يا جماعه وطوا صوتكم، مش كده، استغفر الله العظيم. ايه؟ مشكله بسيطه يا حبيبي، ما تقلقش يا بابي. الو هاتي مينا. الو ما يخرب بيوتكم.
دودي دودي بابي انت كويسه خير؟ ما تقلقش يا حبيبي، انا هنا مع واحده صاحبتي. بقول لك ايه، كلمت انكل سراب. كلمته وطلع مسافر. يا نهار اسود، مسافر؟ شت. سراج باشا، سراج باشا، بس انت هتتأذي، انت ما تعرفش انت بتكلم مين على فكره. الله ينور، خليه يدخل المأمور بقى. باشا سراج باشا، بقول لحضرتك فك لنا الكلبشات دي والنبي. سراج باشا مين؟ سراج باشا ده سياده اللواء واقف قدامك اهو، سراج باشا عبد الهادي. معالي الباشا، اهلا اهلا. أهلا والله فندم. نورت الاسم يا معالي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. معاك الرائد عمر المجدي يا فندم. أهلا وسهلا. معاون المباحث. انا بسمع عن معاليك من زمان على فكره، وكان نفسي اقابلك. اشكرك دي اهلا فرصه وسهلا. سعيده. ازي حضرتك؟ شرف. على فكره المعامله اللي حصلت لنا في الاسم دي مش هتعدي على خير، عمو سراج باشا مش هيسكت. ايه يا استاذه، ما حصلش حاجه لده كله يعني، وبعدين ده محضر تعدي ما نقدرش نعمل فيه حاجه. احنا بنشوف شغلنا، واكيد اللي هو سراج بيه فاهم ده كويس. انا عاوز اشرح لحضرتك يا فندم انت فوق دماغي من فوق. اتفضل يا باشا، شرفتني في المكتب. قهوه ساعتك ايه؟ لا، بابي ما بيشربش قهوه، خطر على صحته. ممكن جرين تي. ايه الجرين تي ده؟ هو حضرتك بنت اللي هو سراج بيه؟ لا حضرتك فاهم غلط. حضرتك فاهم غلط. انا مش سراج بيه، انا القبطان عز الدين شركسي. بابي طب بطاقتك؟ يعني هشوف انا بكلم مين؟ يعني هو واضح كده من الهواجه ان انا نسيت البطاقه في البيت مع المحفظه يعني. طيب انا معلش، انا مضطر احطك في الحجز لحد ما حد يضمنك. باشا انا ممكن اضمنه، انا معايا بطاقه، كفايه يعني انه ابو الصاروخ ده. لو سمحت حضرتك تعدمه لان ده يعتبر تحرش. ازاي يا عشان ما حدش يقول لي انت مش طلع لي الناس دي كلها بره، ونزل لي الاثنين دول على الحجز لغايه نيابه بكره. اتفضلي. ميلا جايب لنا الكلام. انا مالي اللي انت اللي محبوس. يلا بينا نرجع في كلامه. يلا بينا يلا. يلا. في واضح ان حضرتك اوف مود. يلا يا جماعه، يلا يا هشام يلا. بابا بس هو ما كانش عارف انه كده بيأذيها، هو بس كان عايز يعمل اي حاجة علشان يساعدها تطير. كان عايزها دايما تفضل مبسوطة وفرحانة. نامت؟ طلعت عيني، قعدت حكيت حكايات قد كده لحد ما راحت في النوم. معلش عشان تعرف هي كل يوم بتتعبني ازاي. انا عارف يا حبيبتي ومقدر والله، ربنا يخليكي لينا. طب يعني هتتجوز بقى وتريحني. اتجوز؟ اتجوز، مش صعبة يعني. لا طبعا متهيألك، موضوع صعب جدا. هي مين دي اللي ممكن تملى مكان هدى؟ وبعدين لو اتجوزت هل كارما هتتقبل الموضوع ده؟ ثالثا مش هكدب عليكي، بالنسبة للمستوى المادي لا، الموضوع الفترة دي مش أحسن حاجة في الدنيا. مرتب هدى كان شايل كتير وكان بيسند معانا كتير، محدش ينفع يملى مكان هدى أبدا. خص عليك، ولو مش هتطلب من أختك هتطلب من مين؟ قول لي عايز كام؟ ولما أقول لك عايز كام، أجي الشهر الجاي وأقول لك عايز كام برضه؟ أنا مصاريفي كتير يا مودي، كفاية مدرسة كارما قطمة وسطي. طب ما تحول لكارما في مدرسة تانية، يعني يكون مصاريفها أخف وأرخص لحد ما إن شاء الله الدنيا تتعدل. لا طبعا، مش عايز احسس كارما ان في اي حاجه اتغيرت من ساعه ما مامتها مشيت. عايزه تفضل حاسه ان كل حاجه زي ما هي. دي كارما،